تحية شكر وإجلال إلى دولتنا الشقيقة قطر. قطر الدولة الوحيدة في الدول العربية اللي حبت تنشر قيم الإسلام ومبادئ الإسلام في كأس العالم. يعني عملت اللي ما عملتهوش أي دولة عربية، ولقيت أغلب الدول العربية في منها بتحارب الإسلام. ومنها أبرز النقاط اللي عملتها في كأس العالم: تم منع بيع الخمور بكافة أنواعها، إيقاف الأغاني أثناء مواعيد الصلاة، وضع أحاديث نبوية في الشوارع وفي الملاعب، قاموا بتغيير مؤذنين المساجد بمؤذنين صوتهم جميل، وقاموا بتوصيل سماعات في كل ملعب حتى يسمع الكل صوت الأذان، توزيع كتب بلغات الجمهور عن تاريخ العرب، وضع لافتات عن منع التدخين وشرب الكحول. يعني هذا كله عملته قطر علشان تنهض الإسلام، لأنه الإسلام صار في ركود وتحت مقارنة بدولة السعودية، بلاد الحرمين وبلاد مكة، بلاد الرسول. يعني شوفوا إيش بيعملوا، إشي بخزي وبعر صراحة. يعني ما بعرفش لوين بده يصلوا هدول. قطر بترفع شأن الإسلام والسعودية بتنزل من شأنه. بعد احترامي لشعب السعودية، هذا مش من شعب السعودية أغلبه، هذا من قيادات السعودية، من محمد بن سلمان، دولة الترفيه. الإسلام أتى غريبا وسيعود غريبا. وتحية شكر وإجلال لإخوتنا في قطر، وعلى رأسهم الشيخ حمد وابنه تميم. عن جد ترفع لكم القبعات. تحية لقطر.